بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بدي اسوي انا وياكم طبق سهل وبسيط وطيب كتير مثل اطباقنا اللي بنقدمها بالعاده. بدي اسوي انا وياكم حلاوه بالجبن. بالبدايه نشوف انا وياكم مكونات العجينه. في عندي هون 500 جرام من جبنه الموزاريلا قطعتها ناعم بهذا الشكل. في عندي نص كوب من السكر، كوب من سميد الفرحه الناعم مثل ما ملاحظين، كوب وربع من الماء، من ماء الورد او ماء الزهر المتوفر عنا بدي اخذ مقدار 3 معالق طعام. هدول هن المواد يا العجينه. اول خطوه هلا انا بدي اقوم فيها، اجيت على النار وحطيت المقلايه وبدي اشعل النار على الوسط، وبدي احط المواد الجبنه والمي والسكر حتى يذوبوا مع بعضهم البعض، بعدين ننتقل لمرحله ثانيه. النتيجة اللي حصلت عليها شايفين بهذا الشكل، تقريبا الي 7 دقايق حاطه الجبنه حتى ذابت. هلا بدي انتقل للمرحله الثانيه. بدي اضيف هلا انا السميد زائد ماء الزهر او ماء الورد المتوفر عنا. النار لازم تكون اقل من وسط بهي المرحله. حركهم بسرعه بهذا الشكل يدمجن مع بعضهم البعض. طبعا بدي استمر بالتحريك حتى المي تنشف كلها وتصير العجينه قطعه واحده متماسكه مع بعضها البعض، والجبنه تتداخل فيها بهذا الشكل. شايفين المي كيف بلش يروح والعجينه تتماسك. جاهزه بهذا الشكل. شايفين كيف قطعه متماسكه مع بعضها البعض. هلا بدي مدها على ورق نايلون. شوف انا وياكم الطريقه سوا. هي القشطه المنزليه انا عملتها فيديو مسبق، احط لكم اياها بصندوق الوصف. شايفين شكلها بصراحه كتير طيبه وسهله وبسيطه كتير، مؤلفه بس من مادتين. هلا ننتقل للمرحله الثانيه. في عندي هون القطر دائما انا المقدار بحط كوب من السكر ونص كوب من الماء زائد معلقه طعام من الليمون، بيطلع عندي هذا القطر السميك اللي شايفينه. بدي احط مقدار منه هلا على النايلون. هي نايلون ابيض بهذا الشكل، وزع على القطر. طبعا الفرشاية حتساعدني كرمال وزعه بهذا الشكل. القطعة كلها دهنتها بالقطر مثل ما ملاحظين. هلا بدي نزل العجينة، بدي احطها بقسم. جيب نصها بهذا الشكل. بدي افردها طبعا بواسطة الشوبة. بدي افردها بشكل متساوي وحاول الاطراف كلها تكون متساوية. هلا صارت بهذا الشكل. هاي من الاطراف انا وزع القشطه.
شد عليها بهذا الشكل، شي بسيط كرمال تضب على بعض البعض. طبعا انتوا اذا حبيتوا تسووا لفه بتصير، حبيتوا تعملوها لفتين كمان بتصير، هاد بيرجع لكم. ما هي القطعه كمان انتوا حبيتوا تسووها صغيره بهذا الشكل، كبيره اكبر، انا بالنسبه لي وسط هيك كتير منيح. لفيتها لفه ونص مثل ما ملاحظين بهذا الشكل كرمال بس تضب. عندي فستق، زينه بالفستق بيطلع شكلها حلو مرتب. حكمل القطع كله نفس الطريقه، شوف انا وياكم سوا. كمية القشطة منيحة تطلع أطيب. بعدها صحنة هلا بس تبرد تتماسك العجينة أكتر من هيك. حكملهم كلهم نفس الطريقة بعدين بنشوف طريقة التقديم. طبقنا صار جاهز بهذا الشكل الحلو، بصراحة طبق كتير طيب ومميز، طريقة سهلة مثل ما لاحظتوا، بسيطة كتير. بتمنى فيديو اليوم يكون نال اعجابكم، واذا حبيتوا مثل العاده ما تنسوا تعملوا لي لايك. اللي اول مره بيتابعني بتمنى يشترك بالقناه كرمال يدعمني، ولا تنسوا تفعيل الجرس كرمال فيديوهاتي الجديده توصلكم. كمان لا تنسوا تتابعوني على الفيس وعلى الانستغرام. شكرا كتير على المتابعه.